الوطنية ما بتأكلش عيش. تصريح جديد للإعلامي الكبير مزدوج الجنسية، صاحب أكبر برنامج توك شو في الوطن العربي وصاحب أعلى مشاهدات في الوطن العربي. سقطة جديدة للإعلامي الكبير اللي قال أنا بكسب كتير قوي، الله يبارك لك يا رب في رزقك. سقطة تضاف لرصيد سقطاته، وإن كانت هي حتى الآن هي أعمقهم اللي نزلت بيه للقاع تماما. تخيل إن أنا موافقك، فعلا الوطنية ما بتأكلش عيش. بس يا ترى أنت لما قلت التصريح ده كنت تقصد وطنية مصر جنسيتك الأم، ولا كنت تقصد وطنية الجنسية المكتسبة حديثا؟ كنت تقصد أنهي فيهم؟ لأنك لو بتتكلم على وطنية جنسيتي المصرية فأحب أحكي لك شوية حاجات عن الوطنية المصرية، ويا رب الوقت يساع ومش عارفة ابتدي بإيه ولا إيه على مدار التاريخ. خلينا في التاريخ الحديث وأقول لك على وطنية الشعب المصري. الشعب المصري اللي بلع مرارة الهزيمة في 67 وحولها الوقود علشان يقف جنب بلده وجيشه ويحقق النصر في 73. وطنية رجالة مدن القناة اللي ضربوا أعظم أمثلة المقاومة على مر التاريخ، وإزاي وقفوا في ظهر جيشهم ولا استخبوا ولا حطوا الأطفال والستات دروع بشرية، وكانوا في ظهر جيشهم واقفين معاه وبيستشهدوا معاه لحد ما حرروا الأرض. وطنية الشعب المصري اللي نفض تراب الهزيمة من على هدومه وقام عمل حملة المجهود الحربي عشان يسلح جيشه وننتصر ونسترد أرضنا بكامل سيادتها في 73. وطنية الشعب المصري اللي فضل في أرضه وما هربش منها. وطنية الشعب المصري اللي نزلت 30 مليون في 30 يونيو سنة 2013 علشان يقفوا في وش أكبر جماعة إجرامية إرهابية حكمت مصر وحاملة للسلاح وما همهمش عشان بس ينزعوهم من الحكم، ونزعوهم من الحكم. وطنية الشعب المصري الصبور اللي فهم المؤامرة اللي على بلده حتى يومنا هذا، وصابر على كل التحديات، ومستحمل الأزمة الاقتصادية وتوابعها، ومستحمل الإصلاح الاقتصادي وتوابعه مهما أنت واللي زيك حاولتوا تسخنوا. تخيل يا جدع، صابر على كل ده ووطنيته ما أكلتوش عيش فعلا. مجرد نبذة عن وطنية الشعب المصري. بس لو جيت أحكي لك على أساطير وطنية الجيش المصري، لا ده احنا محتاجين مجلدات بقى. أصل إزاي أعرف ألخص لك بطولة أول جيش نظامي في الكون؟ ازاي اعملها لك دي؟ ازاي احكي لك عن وطنيتهم، احكي تاريخهم ده كله ازاي؟ ده انا عايزه ساعات حكي، ساعات، الاف الساعات. بس ممكن احكي لك نبذه عن جيش لما اتهزم وقف ودافع عن ارضه، وفي ظرف 6 سنين بس استرد ارضه بكامل سيادتها، ولا جريوا ولا استخبوا في انفاق، وفضلوا مثبتين في الارض لحد ما رجعوها. ارضهم اللي لحد يومنا هذا مفيش على ترابها غير الجيش المصري بس، ومعليهوش قاعدة واحدة أجنبية. أحكي لك عن وطنية جيش استشهد رجالته على أرض سينا ولا إنهم يفرطوا في حبة رمل منها، ولا إن راية تترفع على مبنى غير علم مصر. ساعتها فعلا وطنيتهم ما أكلتش عيش. أحكي لك عن وطنية الجيش المصري اللي وصلت بره حدوده، اللي رافض يصفي القضية الفلسطينية، وواقف هو والقائد بتوعه في وش مؤامرة كبيرة لتصفيتها وتهجير أهلها على سينا. أحكي لك على الثمن اللي بيدفعوا المصريين مقابل الموقف الوطني المشرف ده. أيوة الوطنية ما بتأكلش عيش، لأن قائد مصر وجيش مصر لو كانوا باعوا كانوا أكلوا الشهد. بس فعلا الوطنية ما بتأكلش عيش. الوطنية بتصون الأرض وبتحفظ العرض. وطنيتنا دي وسام على صدرنا، مصريتنا تاج على راسنا، ووطنية جيشنا جميل في رقبتنا عمره ما يترد. الوطنية فعلا ما بتأكلش عيش. الوطنية دي الطوب اللي بيستر كل شريف ابن حلال. ربنا يديم علينا ستر وطنيتنا، ويديم عليك أكل العيش واللي تمنه فلوس رخيص.